بالفيديو شاهدوا تصريح خطير الذي زعزع النظام الكبرنت الجزائري والذي تسبب في اعتقال المحلل الجزائري علي بن شيخ بعد مباراة البوليساريو. شاهدوا ماذا قال: ولكن إذا كنت مسلما وتتفق بأن علي بن شيخ لا ينطق سوى بالحق ويفحى النظام الوظيفي لفرنسا، عليك الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. ألقت السلطات الجزائرية القبض على المحلل الجزائري الكبير علي بن شيخ، وذلك على خلفية تصريحاته الخطيرة والصاعقة تجاه النظام العسكري الجزائري بعد مباراة المنتخب البوليساريو ومولودية الجزائر، حيث دل بن شيخ بتصريح للإذاعة الفرنسية: بعد هذه المباراة وقد أصبحت يتملكون الخجل من حمل هذه الجنسية الجزائرية بسبب غبا وحماقة هذا النظام العسكري الغبي الذي يسير الجزائر. ماذا ستستفيد الدولة من إقامة مباراة لمنتخب إرهابي وهمي ضد نادي مولودية الجزائر؟ أنا قضيت سنين من عمري وأنا ألعب في نادي مولودية الجزائر، وطالما كنت أشعر بالفخر بهذه المسيرة المتواضعة رفقة هذا النادي، لكن تصرف العسكر هذا جعلني أخجل من نفسي، فالعسكر لا يريد تقدم الجزائر إلى الأمام، فهمه الوحيد هو نفى سمومه على المغرب ووحدته الترابية وصحرائه التي أصبح معترف بها دولياً. ورغم أن العسكر يعلم جيداً هذه الحقيقة وأن لا أحد يستطيع فصل المغرب على صحرائه، إلا أنه لا يريد تقبل هذه الحقيقة المرة. في المغرب الذي أصبح بلد صناعي ومتطور اقتصادياً ومع الكبار، وقبل يومين من الآن تم إصدار أول سيارة مغربية تعمل بالهيدروجين الأخضر، بينما العسكر المتخلف جعلنا نعيش في العصر الحجري. وقد تم اعتقال علي بن شيخ مباشرة بعد تصريحاته المثيرة، والتحقيقات لا تزال جارية معه، ودعواتنا لعلي بن شيخ بالفرج بإذن الله تعالى. وإذا كنت تتفق معي اضغط إعجاب للفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة.